ازيكم عاملين يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده سؤال تكلم عن سبق الاصرار. يعني ايه الاصرار؟ يعني انا واحد فكرت في الجريمه ومصممه ان انا اعملها، وانا هاديه خالص مصممه ان انا هرتكبها. تمام. طيب ايه هي عناصر سبق الاصرار؟ عنصرين: عنصر زمني وعنصر نفسي. عنصر الزمني ان انا بفكر في الجريمه قبل ما اعملها، قبل ما انفذها بوقت كافي. طيب العنصر النفسي ان انا بفكر ان انا ارتكب جريمة وانا في حالة هدوء نفسي تام. يعني مش مثلا في وليدة اللحظة، لا، انا مقررة ان انا ومصرة ان انا هعمل الجريمة دي. تمام. علة تشديد العقاب: انا دلوقتي وانا هادية ولما بفكر في الجريمة وبصر ان انا هعمل الجريمة، ده اصلا لوحده خطورة اجرامية، خطورة اجرامية شديدة كمان. تمام. رابعا، يتوفر سبق الإصرار ولو كان القصد غير محدود أو كانت سمة غلط في شخصية المجني عليه أو خطأ في توجيه الفعل. يعني إيه الكلام ده؟ وده ممكن يجي قضية. سبق الإصرار موجود حتى لو كان القصد غير محدود. القصد غير محدود يعني إيه؟ يعني أنا مثلا دلوقتي فكرت إن أنا هفجر أتوبيس، ماشي؟ هنا القصد غير محدود، أنا هفجر الأتوبيس بصرف النظر عن الأعداد اللي هتموت فيه، بس انا مقرره ان انا هفجر وانا هاديه وفكرت واصريت ان انا اعمل الجريمه دي. تمام. طب الاصرار برضو موجود لو كان في غلط في شخصيه المجني عليه. يعني انا فكرت ان انا اقتل احمد، بس جاي اقتل احمد قتلت محمود. هنا برضو في سبق اصرار ملوش دعوه حتى لو انا غلطت في شخصيه المجني عليه. وخطأ برضو في توجيه الفعل: لو انا جاية انا مصرة ان انا هوجه دلوقتي الطلق الناري ده في احمد، بدل ما اوجهه في احمد وجهته لمحمد. برضو هنا مادام انا فكرت وصممت يبقى الاصرار موجود حتى لو انا غلطت في توجيه الفعل. تمام. يتوافر سبق الإصرار ولو كان تنفيذ القتل معلقا على شرط. يعني ايه؟ انا دلوقتي فكرت ان انا هعمل جريمة قتل لو حصل حاجة. يعني مثلا قلت لو محمد عاكس اختي هقتله، يبقى انا اصريت ان محمد لو عاكس اختي، لو في حالة ان هو الفعل ده حصل او اللي هو معلق على شرط، فانا هقتله. تمام. فهنا ده معلق على شرط، هنا يتوافر الإصرار. تمام. سادسا، سبق الإصرار والمساهمة الجنائية. يعني إيه؟ ممكن مجموعة من الأشخاص يكونوا بيقوموا بالجريمة، في جزء منهم مصر وفي جزء مش مصر، فعشان الإصرار دي حاجة شخصية، فالجزء اللي هو كان مصر أو كان واخد الإصرار على ارتكاب الجريمة دي هيتعاقب على هذا الأساس، على الإصرار. طيب الجزء اللي مش مصر هيتعاقب برضو على الجزء ده. تمام. سابعا، اثبات سبق الاصرار. يعني انا بثبته ازاي؟ دي طبعا حاجه موضوعيه متروكه للقاضي، ومحكمه النقض ما تقدرش تعلق على ده، زي ما قاضي الموضوع شايف بيثبته بقى بكافه وسائل الاثبات اللي هو شايفها من قدامه، من الوقائع بيستخلصها من الوقائع اللي موجوده قدامه. تمام. ثامنا، عقوبه في حاجه كمان دلوقتي، حته ان الزوج شاف زوجته متلبسة بالزنا. تمام. هنا ممكن يكون فيها سبق الإصرار. ازاي؟ هو الزوج قعد فكر كده في هدوء، قال لو انا لقيت مراتي متلبسة بالزنا هقتلها. هنا عنصر الإصرار موجود لأنه فكر في تفكير وهو هادي ان لو حصل ده هيكون الفعل بتاعه القتل. تمام. دي برضو ممكن تيجي قضية. ثامنا، عقوبة القتل المصاحب بسبق الإصرار. هنا العقوبة إعدام. تمام. نتقابل على خير في السؤال اللي بعده إن شاء الله.